زي ما عودناكم تغطيه خاصه للمركز الاعلامي الاتحاد المصري للميني فوتبول، والنهارده هنا في المدينه الشبابيه ببورسعيد، وتغطيه الدوره الخامسه للميني فوتبول للحكام والمدربين والاداريين والمراقبين. ومعانا نجم مختلف عن العاده، نتعرف بحضرتك. كابتن أنس نبيل. شرفت مدينه بورسعيد النهارده، يمكن عايزين نعرف كواليس وانطباعك ايه عن المدينه الشبابيه ببورسعيد. المدينة الشبابية طبعا ده حاجة عظيمة في بورسعيد، وحاجة احنا بنشرف بيها في البلد هنا، وبتلم طبعا كل الحبايب زي ما بيقولوا. وطبعا الاتحاد المصري للميني فوتبول دايما مركز اللي هو يعمل اكتر الدورات بتاعته في المدينه الشبابيه، عشان طبعا حاجه نظيفه وكويسه وفيها صالات كويسه وفيها اقامه كويسه. والحمد لله رب العالمين الدوره هي في يومها الثاني شايفه رواج ونجاح كبير باذن الله. لو عايز توجه النهارده رساله للمدربين الميني فوتبول تقول لهم ايه؟ انا طبعا المدربين الميني فوتبول بصراحه امبارح الدكتور ناجح كان بيدوا محاضره، يعني حاجه مختلفه خالص على من 3 سنين. احنا كنا من 3 سنين ناخد المحاضره مع الدكتور ناجح، لكن هو الراجل بصراحه طور من نفسه وطور من ادائه في المحاضره، وجاب حاجات جديده جدا في اللعبه. واحنا الحمد لله احنا نعتبر ان احنا مصر وصلت في اللعبه لاكثر من 90% الحمد لله رب العالمين في خلال حاجه ما فيش 2 ونص 3 سنين الحمد لله. طبعا ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم الاستاذ احمد سمير طبعا راجل بصراحه يعني متولي اللعبه ديت، ما بيسيبش اي مكان لما بيروحوا، حتى في اختيارات المنتخب. من خلال مركز اعلامي لو عايز توصل رساله شكر للكابتن احمد تقول له ايه؟ انا اقول له بصراحه ربنا انت يعني راجل، بصراحه انا بقول انت باشا مصر اول حاجه، وراجل محترم وراجل حقاني. وعشان لو انت مش حقاني وبتدي كل واحد حقه، ما كانش منتخب مصر بعد سنه ونص ياخد كاس افريقيا، وما كانش منتخب مصر بعد سنه ونص يوصل رابع عالم. لكن هو في عدل في الاتحاد الحمد لله رب العالمين، بتدي كل واحد حقه، والحمد لله كل ده حاسينه، المدربين حاسينه، والناس بتطلع دلوقتي. يعني انا امبارح واقف بتكلم المدربين عايزه تنطلق، وعايزين ياخدوا دورات كمان اكتر واكتر، وعايزين طبعا نعمل حاجات اكتر ودورات تنشيطيه اكتر، لان طبعا في مدربين بتيجي تاخد الدوره. احنا محتاجين الدوره تبقى من 4 ايام ل5 ايام، علشان برضه نقدر نديهم كل حاجه كمساحه للوقت اكتر من تبقى من 3 ايام. ايوه تبقى اكتر من 3 ايام، المساحه تبقى اكبر شويه، عشان طبعا في حاجات كتير ما بنقدرش نديها للناس. طبعا احنا اتعلمنا الكلام ده، الدكتور ناجح والكابتن محمد الخضري والكابتن احمد الشناوي والناس، والكابتن رياض لما كان موجود، كل الناس دي موجوده كانت بتدينا حاجات كتير. احنا طبعا عايزين نوصلها للمدربين، مدربين مصر. شايف ان الدورات دي كانت عامل اساسي خلال الفتره اللي فاتت، يمكن دي الدوره الخامسه. شايف تطور في المدربين من خلال رياضه الميني فوتبول؟ تطور جامد، تطور رهيب، في تطور في البلد. انت النهارده في خلال 3 سنين الا شهور وصلت لدرجه جامده، عندك اكتر داخل في اكتر من 500 مدرب، يعني اكتر من 500 مدرب واكتر من 450 اداري، وداخل في الحكام اكتر من 500 حكم. حاجه طفره رهيبه يا جماعه. طبعا الناس ديت يعني انا مش عارف. وبعدين اللعبه لها اساسيات ولها قواعد ولها حاجات، انت ممكن توصل في كل الدورات اللي انت بتشتغل فيها، ممكن توصل بفرقتك لاحسن مستوى. تعالى الناس اللي ما خدتش الدوره تيجي تاخد الدوره وتشوف مدى التكنولوجيا الحديثه اللي وصل لها اتحاد الميني فوتبول، ومدى الناس المحاضرين. ناس من تونس بيجوا لك، ناس من افريقيا بيجوا لك، ناس من مصر. عارف ان الاتحاد المصري للميني فوتبول كان منظم كمان الدوره الافريقيه. الدوره الافريقيه ما احنا خدناها، وكان معانا طبعا ناس من افريقيا، وناس من تونس، وناس من المغرب، وكان معانا ناس كتير. وفي النهارده انت الحاجه اللي في الدوره دي حاجه جميله جدا، معاك ناس من سوريا. يعني النهارده السوريين جايين ياخدوا الدوره التقدميه اكنهم الشعب المصري، فدي حاجه جميله. وانا بصراحه ربنا نفسي الكلام ده كله ينتشر في جميع الدول العربيه وجميع ربوع مصر. لو رساله من هنا من كابتن أنسي للشعب المصري وجميع الشعوب العربيه، بصفه كمان ان الكابتن احمد سمير رئيس الاتحاد المصري والعربي، نقول لهم ايه؟ انا اقول لهم بصراحه ربنا مفروض الكلام دوت في الخليج ينتشر، يبقى في دورات كتير تتعمل في الخليج عشان يعرفوا ايه الميني فوتبول. وعندنا كاس عالم في شهر 10 ومصر ان شاء الله مشتركه فيه، وعندنا بطوله عربيه للانديه، ومصر كانت ممكن تشترك. يعني لو في فرقه في امكانيات مع الفرقه كنا نشترك. عندنا فرقه اخذت الكاس، انا اخذ الكاس مصر، وفي فرقه اخذت الدوري، وكنا ممكن نروح ونشتغل وبتاع. بس طبعا امكانياتنا ضعيفه شويه، امكانيات الانديه ضعيفه هنا شويه. لكن اللعبه ان شاء الله باذن الله
واصله ان شاء الله على 2026 هتبقى دي اللعبه رقم 2 بعد كره القدم في مصر. سعيد جدا بلقائي معاك، وانتظرونا تغطيه خاصه للمركز الاعلامي للاتحاد المصري للميني فوتبول.